منين بشتري اللحمة الحلال وازاي بتأكد انها حلال؟ وده من الاسئله اللي قراتها اكتر من مره وحان الوقت ارد عليها بما اني رايح النهارده الجزاره. الصراحه موضوع الاكل الحلال هنا مش سهل زي بلادنا، وعلشان كده بيكون محتاج شويه تحري ووعي. وانا شخصيا من الحاجات اللي بعملها اني بجاهد كل يوم ان يكون رزقي ومطعمي حلال، ودي مش شطاره ولا جدعانه مني، ولكن ده واجب على كل مسلم. للاسف بقابل ناس لغايه دلوقتي بيشتروا وياكلوا لحوم من اي مكان بدون سؤال او تحري، ولما تيجي تتكلم معاه وتقول له هل ده حلال يقول لك يا عم سمي الله وكل. المهم وصلت حاليا الجزاره اللي هشتري منها، وهي مجزره حاصله على شهاده AVS، وهي شهاده تبع شركه خاصه في فرنسا كل مهمتها تصدير اللحوم الحلال لاماكن البيع ومراقبتها وعمل كنترول عليها من وقت للتاني للتاكد من جوده واصل اللحوم وان مفيش تلاعب عن طريق اضافه لحوم مجهوله المصدر للحوم الموثقه بختم الشركه. والصراحه في كلام كتير بيتقال حوالين جهات الشهادات دي، وانا كمحمد ما عنديش دليل عشان اكد او انفي. اللي يهمني ان المكان قدامي معلن شهاده حلال وتحت رقابه جهه معروفه، وبسمع عنه كلام كويس من ناس بتعامل معاهم وبثق فيهم، وده اللي مريح ضميري حاليا. على السريع بالنسبه للاسعار فتقريبا هي نفس الاسعار اللي موجوده في المجازر اللي بتعرف نفسها انها حلال لكنها ما بتمتلكش شهاده. يعني مثلا فرخه عاديه سعرها بالقطعه 8 يورو، لحم العجل او البقر الكيلو 14 و15، وطبعا في حاجات تانية اغلى وارخص حسب النوع ومكانه في الحيوان الى اخره. المهم نصيحه ليك سواء كنت في الغربه او لا، حاول تتحرى الحلال على قد علمك وقدرتك في رزقك، اكلك، معاملتك مع الناس الى اخره. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. سلام عليكم.